السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ اموركم ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع فيديو جديد. واليوم في مدينة مالمو، ثالث اكبر مدينة بالجنوب، مدينة السويد. فراح نشوف هسه شكل واقع المال. خليكم ويا مقطع الفيديو مالنا. تعالوا. وهنا محطة القطار، اجت محطة القطار اجته. الدنيا مطر، جاء امطار، مطر امطار، الدنيا باردة، ملابس العالم كله. العالم يحتوي هذا المول يمكن على 3 طوابق، مثل مواد غذائية ما غذائية، مواد اكل ما اكل. ما راح انزل اكثر طابق، اكثر شيء احبه يعني هذا الطابق انه في محل زارع. محل زارع عندهم الكواليتي حلو، في الستايل مالتهم، يعني ملابس زارع حيل حلوة. هسه متجه بكت انه الاقي ملابس زينة صيفية. ملابس طبعا هيش خلاص وقت يعني ملابس شتوية ما احبها انا شوي. هذاني خنصر صفرة شنو بيها؟ شوف اصفار. ترى شوي عريض والله، مو شوي، هواي عريض. شوفوا هواي عريض بس هو حلو. ما ادري والله اخذه لو ما اخذه. سعره يطلع 25,000. هذا البنطلون التيشيرت يطلع نفس السعر. هذا انا شلونكم؟ مشتاقين؟ لا شارف وردنا. خلينا نجرب الطبق الثاني. القصيف حيل يعني، ولو هو زين بس فوق من هنا قصيف حيل، فهذا لا راجع عليه كذي. وما احب هيجي قصيف، بناطيل قصير حيل. لا هذا يرجع. سعر قنصلة او ايه، مو قنصلة يعني شلون تصير، شو يسموها والله ما ادري شو اسميها، بس المهم هاي كل زينة. هاي حلوة تكرمون. حذاء همين طبعا اشتريت بس تكرمون حذاء وتيشيرت، ليش ما عجبني نجربت مرة ثانية. حاليا شركة شركة الموبايلات ناخذ فرة ونشوف تاكس ميديا. قالوا لي تقدر تصور يعني انه الاجهزة وهاي، بس تصور ان العالم او العالم يشتغلون هنا. هي ناي تعرف في الفور تاكس ميديا. قلت اذا محتاج شيء قلت له بس نشوف. هم يجوز هنا والايبادات هنا، ساعات هنا، طوبات. ماكو شيء عجبني او يجذبني اني اشتري. خليه غير مرة بالفلوس ما عندك اقول خليه غير مرة. اشتريت اشياء اللي احتاجها واشياء ما لقيتهم. خلونا نتجه للقطار. نروح لمحطة القطار هسه نتجه الى محطة سنترال مالمو، محطة كبيرة. فقاعد انتظر القطار يجي بعد 4 دقائق او 5. انتظر القطار.
المدينة هنا يقول لك الأكل مالته أطيب. اكو مطعم هنا عراقي كلش طيب، فرايح له هسه اشوف الاكل ايش عندهم. فمدينة قبل السنتر مال مالمو، شوية درج كبير. وهذا العمر هنا اجواء حلوة رومانسية وكذا. اها هني رداء الدب، مقبور دب، هو نشرات الدب. طبعا المكان اذا تشتري تيكت مال قطار والمواصلات شوف هذا الطريق يصير قدام. هذا الطريق تجاهه انا قاعد اشتغل هنا حتى بالعطلة بهالبرد. الله يساعدكم على هالبرد. قاعد نبحث بعدنا على المطعم العراقي. طيار مرة راح توقع. لا والله لا 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 ما قاعد. ما شرطة ما شرطة ما شرطة في السيارة ما شرطة قصدي. البرجر كينج. هذا بنانا نعبر الإشارة سوي نعبر فيه. عالم هواية عالم زينة. أجواء كريسمس هنا أنا بعد محدا مش عليها. كريسمس فينا كريسمس هي على أساس إنه الواحد يقدر يقعد جوا ما تمطر عليه. ما شاء الله مطر. بعدين خالي اسمه يغني غناء تراثي زين. أنا مطالع من البرد أو يوم أطلع السويديين قاعد يطلعون لنا تبرعات لإخواننا الفلسطينيين. الله يكون بعونهم إن شاء الله ينصرهم. حبيت أشوفكم هنا السيارات اللي على الكهرباء. هاي المعارض مال تسلا قاعد ترمشيكم فوق. بس القطار شنو معطور على الشكل. هاي دراجة هوائية هالشغل زين. الله يرزق لي فيك سيارة غالية. ما سيارات غالية يعني. هذا ممر السعادة. هذا النهر هنا جامد. شباب لا تنسوا الدعم بالقناة، الاشتراك واللايك. وصلونا إذا 1000 مشترك عم نوصلكم أكثر وأكثر. انتو قدها وسووها. دخلت لفتين هسه. بدي اخذ وحدة البيت وحدة ساكتة فلافل حيل طيبة. لازم نشوف شوية صاص وعنبر. طبعا بعد بحث قدامي يمكن نص ساعة 45 دقيقة. بالاخير رحت على المطعم ذاك اللي لقيته معزل. هو معزل. اتجهنا الى مطعم فلافل بغداد. فلافل بغداد ارخص فلافل هنا بالسويد، معروفة فلافل بغداد. اكلت الحمد لله والشكر. طبعا هاي الفلافل اكلتها اهل السويد يعرفون ايش جاي احكي. تخبل فلافل بغداد بالسويد بمالمو اطيب شيء. هي معروفة على كل السويد. هي ماخذ كم شهر. هو صاحب المطعم هو عراقي. فلافل اشبيق معاك شبيق ما بتبي زي معود. وصلت هسه لمحطة القطار مال مالمو. وصلت قطار الى مدينة. نشوف وين هسه ناخذ القطار إلى مدينتي. المدينة تبعد عنا ساعة و4 دقائق أو 5 دقائق. بس نتجه إلى القطار. القطار بعد يجي نص ساعة. خلنا نشوف يا سبور يعني يا هنا. القطار يجي بعد نص ساعة مثل ما قلت لكم. وننتظر من الوقت. شو نسوي؟ سبور 4
السوالف. بس أنا بالقطار نتجه لمدينتي، وهذا القطار ياخذ، هذا سريع القطار ياخذ 45 دقيقة. هسه الساعة بيش 33 دقيقة. كما تشوفون هسه القطار هذا يوصل بال4 و10 دقائق، 4 و11. خلنا نشوف هاي الأجواء شوية. لا بعدنا احنا شوية على أطراف مدينة مالمو. الأجواء